فوط الامتصاص. دولت الثلاث مقاسات لفوط اللي هما درجة امتصاصهم عالية. بيستخدموا طبعا في المطبخ، في تنشيف، تنشيف خضار، تنشيف ايدك في المطبخ، تنشيف المواعين بعد غسيلها، تلمعي بيهم مثلا بعد ما تنضفي البوتاجاز تنشفيه، تنشفي اي حاجة. ممتازين جدا في درجة الامتصاص بتاعتهم عالية جدا جدا جدا. طيب دي اول مقاس اللي هو 30 في 30، دي مقاس 40 في 40، دي مقاس 40 في 60. دي فوطة الفوطة العامة للمطبخ. بصوا هي يعني نسيجها سميك شوية، ناعمة، درجة امتصاصها عالية، من الفوط الممتازة جدا في المطبخ. حلو. دي برضو نفس الكلام، بس النسيج بتاعها شكل الفوطة مضلعة كده، هي والمقاس اللي أصغر منها. عايزة اقول لكم ان التلاتة يعني المفروض يبقى كل حد فينا عنده التلاتة، وممكن اكتر من التلاتة كمان، ان يعني بتحتاجيهم في كل حاجة. الفوطة الصغيرة دي حلوة جدا ايدك ورجلك، يعني ممكن تحطيها في المطبخ، ممكن تحطيها بدل الكلينكس مثلا للتنشيف، وتغسليها مثلا اخر اليوم او يوم ويوم، تغسليها وتنشرها، بتنشف بسرعة جدا. حلوة جدا جدا جدا، يعني عايزة اقول لكم الاستخدام الشخصي رهيبة. دي حلوة قوي قوي في المطبخ، تمسحي ايدك بعد غسيل مواعين، تنشفي حاجة في المطبخ، تلمعي الحاجات بأي فوطة تانية مثلا وتقومي منشفة بدي، اكنك بتعيدي على نظافتها، وفي نفس الوقت بتلمع الحاجة بجد. يعني فوطة مطبخ رهيبة. تمام. دي برضو نفس الكلام. بصوا دي عايزة اوريكم شكلها، 40 في 60، مقاسها حلوة جدا. بصوا يعني في كذا حد ساعات بيسألني هي دي ينفع اعملها لتنشيف الارضيات؟ ينفع، مش هتقول لا. هي مقاسها حلو قوي. ممكن ان هي تتلف على المساحة العادية اللي هي الخشب القديمة بتاعتنا دي، او ممكن تركبيها لو عندك الموب بتاعت جرينواي تركبيها في المساحة بتاعتنا. حلوة قوي للتنشيف لان هي درجة امتصاصها عالية. حلو. هي تقريبا نفس مقاس فوطة الارضيات. هعمل لكم فيديو تاني بيها هي وفوطة الارضيات، لان كذا حد بيسألني وانا ينفع استخدمها للارضيات؟ ينفع يا جماعة، مفيش مشكلة، مش تقول لأ. يعني هي بتنشف، هي فوطة تجفيف، انتي تنفع تنشفي بيها الأرضيات، تمسحي وتنشفي بيها. ايه المشكلة؟ هتقولك لأ احنا بتاعت مطبخ بس؟ لأ طبعا. هي من الفوط الجميلة جدا. بصوا النسيج بتاعها درجة امتصاصها عالية، كثيفة كده، فجميلة قوي للمطبخ او للمسح، او تحطيها تصفي عليها المواعين. ممتازة صراحة. دول كده الثلاث فوط بتوع الامتصاص. تقدري تستغني عن واحدة منهم وتخلي عنك اتنين، تقدري تجيبي التلاتة، ممكن يبقى عندك أربعة كمان. فوط الامتصاص ما بنستغناش عنها في أي حاجة، حلوة جدا للمواقف الصعبة. لو عندك ضيوف وحاجة تكبت مثلا على السفرة، تبصي تلاقي نفسك حطيتي الفوطة كده وفي ثواني لميتي الفوطة، مفيش أي حاجة تحتيها، خلص الكلام. يعني بتنقذك من مواقف صعبة كتير صراحة. وانتي قاعدة انتي والولاد على الأكل، أو عندك ضيوف تبقى جنبك قريبة منك، أي حاجة اتكبت، أي حاجة اتدلقت، تنقذ الموقف على طول. من الفوط الممتازة جدا في المطبخ، ولازم يبقى عندك واحد أو اتنين على الأقل. تمام. ده كان فيديو النهاردة عن فوط الامتصاص. شكرا.